اسمك ايه؟ فلوباتين ممدوح. بافلي ريمون. يوسف نبيل. سنك؟ 17. 18 سنة. 18. مين مثلك الأعلى؟ والدي. بابا الله يرحمه. بابا وماما. نفسك تطلع ايه؟ باشمهندس. نفسي اطلع دكتور. ايه هوايتك المفضلة؟ الجيم. ممكن كورة. تمثيل. يعني الكرة والشطرنج. لما بتشوف حاجة غلط من صحابك بيبقى ايه رد فعلك؟ لو صحابي اللي هم بجد وبحبهم لازم طبعا انصحهم، فبأنبهم. بتتكلم معاهم؟ ايوه. يعني انا بنصحه في الاول، ولو سمع النصيحة يعني بيبقى عادي، لكن لو هو ما سمعش النصيحة ببتدي انا ابعد عشان ما اتأثرش بيه. هو على حسب الموقف، يعني ممكن لو اللي قدامي عمل حاجة الغلط بسيط ممكن أكلمه ما بينه وأشرح له إن اللي هو عمله ده يعني غلط بس من غير ما أحرجه. لكن لو مثلا اللي هو عمله غلط كبير وهيسبب له ضرر، ممكن أتكلم معاه بقى وأفهمه وأقول له إن ده الحاجة دي غلط يعني وما ينفعش إنه يعملها. لو هو ما استقبلش مني الكلام هبعد عن الموقف. لا، لان ادم هو صاحبي فاكيد بيحبني، فمش لازم اعمل حاجه عشان ترضيه، هو قابلني على عيبي. احيانا. بتحب تقول كلام لمجرد ان اصحابك بيقولوه؟ لا مش شرط. لا، يعني الكلام اللي بحبه او حاسه هو اللي بقوله. لا. جربت تعمل حاجة غير شخصيتك لمجرد انك تمشي مع الترند؟ هي في حاجات كتير بتمشي مع الترند، بس ممكن تكون حاجات ترفيهيه، فليه ما نجربهاش؟ يعني ممكن تحلق عشان ده ترند الناس كلها بتحلق الحلقة دي؟ لا. انا ما احبش ابقى شبه الناس، يعني لا، انا احب ابقى انا بنفسي، ما بحبش ابقى حد زي حد يعني. ليك شخصيتك. ممكن عشان ما ضايقهوش بس. هل التقليد صح ولا غلط؟ هو صح لو بقلد شخص كويس، يعني مثلا ممكن اقلد السيد المسيح في اعماله، طبعا مثلا اعطف على الفقراء الكلام ده، لكن اقلد حاجه وحشه ترند وحش مش كويس. هو احيانا يعني بيبقى حسب انت بتقلد في ايه وتقلده، يعني بتقلد مين، يعني انت بتقلد مين وبتقلده في ايه. بتحب تقلد مين؟ بحب اقلد مين؟ يعني بحب اقلد مفيش حد يعني معين، بس كنت زمان بحب اقلد بابا. هو على حسب، يعني لو مثلا واحد صاحبي جه قال لي تعالى نروح الكنيسة أو شفته بيروح الكنيسة وبيحضر تسبيحة وقداس وأنا عايز أعمل كده، ممكن أعمل كده. بس لو لقيت مثلا واحد تاني بيقول لي إحنا ممكن نروح مثلا إننا ما نروحش الدرس نروح نلعب حاجة أو نروح نلعب بلاي ستيشن، فده مش هيبقى صح فمش هعمله بس. اهلا بيكم في حلقة جديدة من بودكاست زوم ان، والنهاردة مشرفنا ومنورنا استاذ بشوي عادل. اهلا وسهلا. اهلا بيك، منورنا يا استاذ بشوي. نورك، ربنا شكرا على يخليك. وقتك يا حبيبي. ميرسي. النهاردة هنتكلم في موضوع بنشوفه دايما الفترة دي في ولادنا. لو انت دخلت الكنيسة او رحت مدرسة او في الشارع هتلاقي كله نفس الشعر ونفس البنطلون الواسع ونفس الكوتشي الكبير، كلهم بقوا شبه بعض. مظبوط. فعايز ابدأ معاك في الحتة دي. هل التقليد ده اصلا حاجة غلط؟ انا يعني التقليد لا، مش حاجه غلط خالص. احنا لو نبتدي كده من الاول خالص هنلاقي ان يعني حتى من اجابات الولاد ان كلهم بيقلدوا بابا وماما والمثل الاعلى بتاعهم بابا. فالتقليد دوت هو كلنا كده قلدنا. طب قلدنا ازاي؟ اول حاجه الطفل بيبتدي يتعلمها ان كان كلمه بابا ولا ماما فهي تقليد لبابا او مامته، تمام. واول حركه بيتحركها برضو تقليد. وبعد كده بتبتدي الدايره توسع شويه، دايره علاقاته من بابا وماما، يبتدي يروح المدرسه، يبتدي يروح الكليه، يشوف السوشيال ميديا، فتبتدي التقليد يكبر لغايه لما يكون شخصيه ويبتدي يعرف بقى المفروض يقلد مين وما يقلدش مين. اوكي تمام. طيب الاختلاف ده شيء صح في المطلق او هو حاجة مطلوبة ولا ده لينا شبه بعض؟ هو ربنا خلق كل واحد فينا ليه هدف يعمله وليه حاجة هو مخلوق عشانها. لو كلنا زي بعض هنبقى عبارة عن روبوت. متخيل كده كلنا روبوت قاعدين بنعمل نفس الحاجة، بنفكر نفس التفكير، مفيش أي اختلاف خالص. فالاختلاف ده حاجة صحية جدا طبعا، لازم يبقى فيه اختلاف. هديك مثل كده، تخيل ان انت نازل تلعب كورة وفي ماتش، تمام، وجبت اللعيبة كلهم مهاجمين
او اللعيبه كلهم حراس مرمى. طب انت هتعمل ايه؟ ما هو و- مفيش ولا دفاع ولا خط وسط ولا في اي حاجه خالص. فلازم يكون في اختلاف، عشان الاختلاف دوت كلنا في الاخر بنكمل بعض. بنكمل بعض. مظبوط. يعني تخيل كده، لو في وظيفه معينه مش موجوده، لو مثلا مفيش معلم ما كانش هيبقى فيه دكتور. طب لو مفيش دكتور، مش المعلم لما يتعب او المدرس لما يتعب او مين المهندس. هيعالجه؟ بالظبط. مم. هو ربنا خلقنا كلنا مختلفين علشان في الاخر نكمل بعض. مظبوط. يعني الاختلاف ده شيء صحي، ان احنا مش لازم نبقى شبه بعض. طبعا طبعا. تمام. طيب مين اقلده؟ السؤال ده مهم. اقلد مين؟ ده حاجه مهمه جدا. طيب لو احنا هنيجي نقول التقليد، هل انا بقلد علشان ايه؟ لازم اسال نفس السؤال دوت. هل انا بقلد علشان خاطر استفاده ليا؟ قلد، ما فيهاش مشكله. طيب في ناس بتقول مثلهم الاعلى دكتور مجدي يعقوب مثلا. يعني انا سمعت الاجابه دي من الولاد، من الشباب يعني. طيب انت مثلك الاعلى مجدي يعقوب في ايه؟ طب ده انت كنت بتقول ان انت عايز تطلع مهندس ومجدي يعقوب دكتور. ممكن اقلده في ايه؟ اقلده ان هو شوف سنه قد ايه لغايه دلوقتي، وديع وبيشتغل. ومتواضع، ولسه لغايه دلوقتي بيعمل ابتكارات، وبيعمل حاجات كتيره جدا وابحاث عشان يخدم بيها البشريه كلها. مظبوط. تمام. في واحد تاني كان بيتكلم ان هو لعيب كوره، او عايز يشوف محمد صلاح او كريستيانو والكلام ده كله، ده مثله الاعلى وعايز يقلده. طيب ممكن برضو نقلده في ايه؟ ناخد الحاجه اللي تنفعنا منه، ان نشوف سنه كبير ولغايه دلوقتي لسه محافظ على صحته، محافظ على لياقته، محافظ على ادائه في الملعب. نجاحه المستمر. بالظبط. انا هتكلم يعني هحكي لك حكايه صغيره كده مم. بتقول ازاي اخد القدوه، او ازاي يعني اختار اللي انا اقلده. في 3 محاور. اول حاجه العلميه، هو أوكي. اللي انا هختاره دوت هيفيدني علميا ولا لا. انا فاكر ان في ثانويه عامه كان في حد انا اخترته وجمعنا بعض كده وبقينا مع بعض. انا الفضل ليه ان الواحد عرف يخش وينجح ويجيب حاجه كويسه، وكان بفضله هو، لان انا اخترته هو وقلدته. كان صاحبك. كان صاحبي جدا. يعني نقدر نقول ان الصاحب ساحب. بالظبط. يا اما يطلعك معاه لفوق، يا اما ياخدك وينزل بيك لتحت. مظبوط. ده بالنسبه للحياه العلميه، العلميه اللي هو الدراسه. تمام. طب في الحياه الروحيه، انا كان في برضه نفس الوضع كده. انا كنت زي اغلبيه الشباب، بيروح يحضر القداس اخر ربع ساعه ويتناول، او يروح ينام في القداس. واروح على الانجيل. بالظبط. او بعد الانجيل كمان. هو ابتدى ياخدني من ايديا كده ويعرفني يعني ايه قداس، يعني ايه التونية، يعني ايه احفظ الحان، لغايه لما حببني في الحاجه وبقيت حافظ الحان، بقيت احب الكنيسه، بحب طقوسها، بحب القداس جدا. فدي حاجه حلوه جدا، خدتني برضو لقدام، ما رجعتنيش لورا. كنت تحب تقلده اصلا؟ طبعا. طبعا. وهو واقف كده بيقول مرد او بيقول حاجه تحب تقلده؟ طبعا. تمام. الناحيه العمليه، الشغل برضو. ايه المشكله لما تقلد مدير او صاحبك زميلك اللي في الشغل، حد بيعرف يحل مشاكل، حد هادي في شغله، حد بيعرف يبتكر في الشغل؟ دي كلها حاجات حلوه، دي امثله كويسه جدا نقدر نقلدها. فانت زي ما انت قلت كده، الصاحب ساحب، يا اما يطلع بيك لفوق، يا اما ياخدك وينزل بيك. نجرز انا وهو. بالظبط. حلو قوي. يعني انا بختار الشخصيه اللي ناجحه في الحته المعينه اقلده. ده بالظبط. اللي انا اختاره. اللي يفيدني. اللي يفيدني. حلو قوي. طيب بيطلع ترندات وتنتشر، ونبدا احنا نمشي ورا الترند. ايه رايك في موضوع ان تطلع حاجه وتلاقي كله ماشي وراها؟ هو انا زي ما انت قلت في اول الحلقه، يعني اني بقيت اخش الكنيسه فعلا، ما بقيتش عارف يعني من ظهرهم كده، انا ما اعرفش اميز. ومن وشه. بالظبط. كلهم ومن شبه وشهم بعض. فعلا. نفس الحلقه، نفس الشكل، نفس كل حاجه. طيب تعال نشوف كده مين اللي مستفيد في موضوع الترند ده. مين اللي مستفيد في موضوع الترند؟ الاول والاساسي اللي مستفيد من موضوع الترند صاحب الترند. مستفيد شهره، مستفيد فلوس، مستفيد ان هو معروف وبقى ليه متابعين. اتشهر من الترند. بالظبط. طب انت استفدت ايه وجه الاستفاده اللي عاد عليك بالموضوع دوت اللي انت قلدته ده؟ غير انا مثلا اعرف امير من زمن، فجاه لقيت امير قص شعره ولبس بنطلون واسع جدا ومقطع وتيشيرت معرفش عامل ازاي. طب ما هو انت مش ده مش امير اللي احنا نعرفه يعني.
هو بقى شبيه فلان اللي بيقلده، مش شخصيته، مش شخصيته خالص. بيقلد حد تاني. بالظبط بالظبط. فيعني الترند لو هيفيدك انا ما عنديش مشكله فيه، لا قلده. والولاد كانوا بيتكلموا برضو ان عادي لما نجرب، ايه المشكله لما نجرب؟ طب وتجرب حاجه مش مفيده ليه؟ مم. فاهم قصدي؟ ليه ما جرب حاجه تفيدك تنفعك. طيب الحتة دي بتاعت الأولاد بيقولوا طب ما نقلد أو ما نجرب، لو أنا قلدت تقليد بدون هدف، تقليد سلبي، هل التقليد ده ممكن يكون راجع إن أنا شخصيتي ضعيفة شوية؟ تمام، مظبوط. هو يعني نقدر نقول ان الشخصيه مش ضعيفه، هو مفيش شخصيه خالص. فبيقلد. بالظبط. مم. بص، هو في الموضوع دوت في كلمتين، والكلمتين سهلين حتى يعني بنقولهم كل يوم، كلمة حاضر وكلمة لأ. مم. حاضر دي سهلة جدا، يعني ان انت تيجي تقول لي تعالى نروح في حتة مش كويسة، اقول لك حاضر، تمام، لان انا شخصيتي ضعيفة ومنساق وراك. موافق. بالظبط، موافق في أي حاجة. في اي حاجة انا معاك. مم. هتيجي تقول لي ما نحضرش القداس، ماشي. هتيجي تقول لي تعالى نروح خد السيجارة دي جربها، خد الشيشة دي جربها، تعال نقعد على القهوة، ايه المشكلة؟ موافق. كلمة لأ دي كلمة صعبة، مش أي حد يعرف يقولها. فعلا. يعني أنت علشان تقول لأ فأنت حد عندك شخصية، مش معنى كده إن أنت تقول لأ بقى عاطل على باطل، يعني لأ، قصدي في المواقف اللي أنت مش هتفيدك فيها ومش هتنفعك لازم تقول فيها لأ. ولازم يعني كان بيقولوا برضو إن هو هينصح صاحبه إن هو يبطل الكلام ده كله، حتى لو ما قدرش ينصح صاحبه هو لازم يبعد، يسحب صاحبه معاه، لو ما قدرش ما ياخدوش وينزل تحت. في ناس بتتكسف تحرج صحابها ان هي تقول لا. بالظبط. وفي ناس تانية بتقول ان انا لازم ابقى كده علشان اجاري اللي حواليا، ما هو اللي حواليا كلهم حلوين، حالقين شعرهم، مش عارف عاملين ازاي، كل اللي حواليا كده، طب انا لوحدي لابس لبس غريب بالنسبه لهم، هبان ان انا مختلف. بالظبط. وعلشان بقى هيبان ان انا مش ماشي معاهم، مش فاهم حاجه، دقه قديمه زي ما بيقولوا، تمام. فلا، انت خليك بشخصيتك، كل ما يبقى عندك شخصيه تقدر تجيب الناس ليك، مش العكس. تمام. يعني السيد المسيح كان جاذب للنفوس. مم. ليه؟ عشان كانت شخصيته قويه جدا. البابا شنودة نفس الكلام. مظبوط. فلازم لو انت شخصيتك حلوه كويسه، عارف انت عايز ايه ومحدد انت حابب تبقى ايه، خلي بالك هتلاقي الناس كلها حواليك بتاخدك قدوه وبتاخدك مثل وبتقلدك في كل حاجه، والعكس صحيح. طيب بما انك جبت سيرة السيد المسيح، كلمني كده في فكر السيد المسيح في التقليد. هو السيد المسيح اصلا خلقنا عشان ايه؟ عشان نكون ولاده، نكون فرحانين دايما، نكون قديسين. هو قال لنا كونوا قديسين. مظبوط. طيب علشان اقدر اوصل المعلومه ديت ممكن احكي قصه صغيره كده. اتفضل. كان في رسام مشهور جدا حابب يعمل صوره للعشاء الرباني، فهو قال بدل ما انا اقعد ارسم ومن دماغي كده واتخيل، لا، انا هجيب هنزل الشارع بنفسي واقعد ادور على اشكال واقول الشكل دوت مثلا ينفع مين. فالمهم نزل يختار اشخاص، يعني اشخاص حقيقيين. تمام. فالمهم نزل المدينه اللي هو فيها، فابتدى يدور، فلقى واحد مثلا كبير شويه كده، عجوز في السن شويه، قال ده بطرس، تعال. ده حلو قوي، بالظبط. لقى واحد تاني كده امور صغير شويه كده، قال بص ده بقى ايه، حبيب المسيح، ده يوحنا، ده اللي كان بيقعد على كتف المسيح، يحط راسه على كتف المسيح. فابتدى يختار واحد ورا التاني، واحد ورا التاني، لغايه لما جه وقف عايز يختار المسيح بقى. طب هيعمل ايه؟ المهم قعد يدور، قال انا هختار احسن شخصيه او احلى حاجه هشوفها، هو ده هيبقى المسيح. نزل فعلا وقعد يدور، لقى واحد ما كانش احلى حاجه، هو كان امور بس مش احلى حاجه، بس بص في وشه حس ان وشه مليان هادي، وشه هادي أكيد. لطيف مريح. فقال لك خلاص انا هاخد دوت وارسمه يبقى هو المسيح. فالمهم رسم الصوره كامله، بس هو بيرسم بعد ما خلص الرسمه افتكر ان يهوذا ما رسمهوش، لسه ما جابش يهوذا، لسه ما جابوش. فقال انا هنزل ادور على مين؟ على يهوذا، اشوف بقى عكس صفات المسيح هتبقى يهوذا، حد مبهدل. حد متبهدل حد.
المهم نزل قعد يدور يوم 2 اسبوع اسبوعين شهر مش لاقي حد، لغايه لما كان خلاص ايه يعني ابتدى يزهق في الموضوع ده. فراح قال هنزل اخر يوم ادور، لو ما لقيتش خلاص يعني هرسم اي حد وخلاص. المهم نزل لقى واحد قاعد كئيب مكتئب، ويعني بص كده تحس بالضلمه في وشه. تعالى يا يهوذا. هو ده هو- يهوذا هو. بقى. فالمهم جابه وراح جه قعد يرسم. قال له استاذنك بس. قال له ايه؟ قال له انا هرسمك تاخد دور يهوذا في العشاء الرباني. فقال له خلاص مفيش مشكله تمام. فالمهم ايه، ده بيرسم وده قاعد بيترسم. اوكي. اللي بيرسم كل شويه يبص له كده، انا عارفه، انا حاسس ان انا عارفه. مم. واللي بيترسم نفس الكلام يدعك في عينه ويقول برضه انا ده حد، انا يعني انا فاكر انا شفته قبل كده. مم. فالمهم بعد ما خلص ورسم والكلام ده كله، فالراجل افتكره. قال له على فكره انت مش عارفني؟ قال له لا. قال له ان انا اللي جيت صورتني من حوالي شهرين وكنت واخد دور المسيح. نفس الشخص. نفس الشخص. يا فده يدل ان انا ممكن اقلد، ابقى ضمن ولاد ربنا، وممكن اتجه الناحيه التانية واتجه لاهل العالم واعمل زيهم واتمثل، او مش اتمثل يعني اعمل بقى اللي هم بيعملوه بقى، ان أبقى كان زي خطايا العالم. ان كان تقليد اعمى، ان كان ترندات، الكلام ده كله. فانت مختار تبقى ايه؟ هي دي الفكره. وكمان ربنا جميل جدا في حاجه، السيد المسيح عايز كل واحد بشخصيته، مش عايز حد يعني هو ما بيجبركش تصلي بطريقه معينه. يعني بص كده على القديسين، هتلاقي كان في قديس ماشي في طريقه شديد حازم مع نفسه، ما ينفعش يهزر، ما ينفعش يضحك، بكآبة الوجه ينصلح القلب، وبقى ناشف قوي على نفسه. ملتزم قوي. ده طريق. مم. في واحد تاني بشوش بيضحك مبسوط، عنده طبع الرحمة والرأفة بالناس كده شوية. ده حاجة وده حاجة، وكل واحد ليه طريق. مظبوط. انت شخصيتك ايه وتختار ايه، هو ده المهم. والمسيح في الآخر عايزنا كلنا، وعايزنا ان احنا نعيش مبسوطين وفرحانين وما نشكلش أهل العالم. حلو قوي. تعيش وتعلمنا يا استاذ سير بشوي، ربنا يخليك. ونورتنا النهارده. شكرا. خليك عندك شخصيه، خليك بطريقتك، ما تمشيش ورا تقليد. زي ما استاذ بشوي قال، لو هنقلد بنقلد الحاجه الصح والحاجه الكويسه اللي تفيدني، بلاش يبقى تقليدنا تقليد في المطلق وبس. استنونا في حلقات تانية من بودكاست زومان.